بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه حبايبي؟ ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه؟ هنعمل القطايف. عندنا حلو وعندنا حادق. عايزين تعملوها كلها حلو؟ يلا على بركه الله. عايزين تعملوها حادق؟ برضو على بركه الله. فاحنا ان شاء الله هنعمل جزئيه من دي وجزئيه من دي. خلاص، هنعمل كده ونحط المكسرات بتاعتنا زي ما انا قلت لكم: زبيب، جوز الهند، سوداني، والسكر كله بيتلخبط على بعضه، فبتبقى ايه؟ بتديني الخلطه دي. طب انا عايزه اعمل جبنه بيضه، احط ماشي اهي حته كده منها، احط حته كده واروح ايه؟ قافله كده عليها. خلاص اهي بقت كده. عندي ايه؟ حلو وحادق. اخلي الحادق لوحده والحلو لوحده. اجيب معلقه تانية اخليها هنا ايه؟ للحلو. ماشي كده، تبقى مثلث كده بالطريقه دي اهي. نحط الحلو لوحده، نحط الحلو لوحده والحادق لوحده. خلاص، نيجي هنا واحده هنا نحطها حادق، نعمل كده. كل سنه وانتم طيبين، وربنا ان شاء الله يكرمكم ويحسن دايما ما بين ايديكم. ما تنسوش ان احنا بنحط الحادق لوحده والحلو لوحده. ماشي. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان رمضان والله العظيم هو مش اكل وشرب، وان انا اعمل كنافه وان انا اطبخ وان انا اعمل حلو. والله هو مش كده خالص. هو رمضان يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله للعباده، مش للمهرجانات اللي احنا بنعملوها. بس احنا بنقوله يعني ايه؟ دي يعني تفاريح كده، ونفرح البيت نفرح العيال. إيه، عايزين ياكلوا حلو بعد الفطار. كان بس الاساسي ايه بقى؟ الاساسي ان انا اتعبد في شهر رمضان. اتعبد، يبقى في صيام، في صلاة تراويح، في قيام ليل طبعا، في قراءة القرآن، في ان انا اختم القرآن، في الحاجات دي كلها. اخدين بالكم انا بعمل ايه؟ في الحاجات دي كلها. فانا مش لازم ان انا اما اجي اخش المطبخ اقعد فيه ساعتين ثلاثة واقول اصل احنا في رمضان. لا والله هي مش كده خالص. مش لازم يعني. احنا معلش، احنا بناكل طول السنة صح؟ مش في رمضان بس. احنا كده كده اساسا انت بنحضر ونطبخ ونعمل طول السنة. يعني احنا ما بنبطلوش هدة حيل طول السنة برضو. اهو بصوا. فاحلى حاجة انك انت ايه؟ يعني ما تضيعيش وقتك في وقفة المطبخ. على قد ما تقدري تختصري، اختصري في شغل المطبخ. لاني معلش هو يعني ربنا يديكم الصحة والعافية. هو احنا مش هنروحوا بوقفتنا في المطبخ، لا، احنا هنروحوا بعملنا، بالحلو اللي احنا عملناه، بقراءة القرآن، بعبادتنا في شهر رمضان وطول السنة عامة يعني. ربنا ان شاء الله يكرمكم ويحسن دايما ما بين ايديكم ويعينكم ويتقبل منكم الصيام والصلاة وكل شيء انتوا بتعملوه. اهو احنا كده ايه؟ عملنا ايه؟ بنقفل على القطايف عشان ما تفتحش من هنا، بنقفل عليها جامد. وقت القلية برضو هنقلي دي لوحدها ودي لوحدها برضو عشان ما يتلخبطوش مع بعض. نحط برضو كده ايه، ونقفل نعمل كده زي ولي ايه. في بقى ايه، انا مره كده هبقى ان شاء الله باذن الله هبقى اعمل لكم القطايف دي قبل رمضان كده ما يخلص. إيه، نبقوا نعملوها كده. عارفين ودن القطه؟ بتتعمل كده اهوت بشكل، نحطوا فيها بقى كاستر ومكسرات. هبقى في مره اعملها لكم. بس هو النهارده يعني هم طالبينها ايه؟ حلو وحادق. فانا حبيت بقى ايه؟ انفذ الرغبه مش اكتر. بس خلي بالكم هي الحادق هي الحلوه، يعني بتاكل اكتر من الحلو. معرفش، انا الحلو يعني مش مميله له قوي، بس هو الحادق هو اللي كويس. بس هيتبقى كده، ده معناه كده هيتشال تاني مكانه. واحنا هنا ايه اهو، بص عملنا فاصل بين ده وبين ده. ده الحلو
ده الحادق وده الحلو. نقليها بقى مع بعض. يلا بصوا احنا هنا بقى ايه، هنقليها مع بعض. وتأكدي كده ان هي ايه كلها مقفولة قبل ما تحطيها، عشان لو حاجة منك مثلا ايه ريحت شوية كده واتفتحت. تتقلى كده بقى ونشيلوها. عايزه حطي عليها عسل، حطي عليها عسل. مش عايزه خلاص سيبيها براحتك انت وذوقك يعني. في ناس عندها رغبه ان هي ممكن تحط عليها عسل، وفي تقولك لا انا بحبها خفيفه كده من غير عسل بس. فانت وراحتك، عايزه تحطي عليها عسل حطي، عايزه كده تاكليها من غير عسل الف هنا. بصوا اهي عطت اهي اللون الذهبي. بصوا كده خلاص كده احنا كده هنشيلوها. ده اللي هو ايه الحادق. برضو انتوا بتاكدوا كده عليها برضو عشان ايه ما تتفتحش منكم. قلينا الحلو وطلعناه حطيناه في طبق لوحده، وده الحادق هيتقلى وبرضو نحطوه في طبق لوحده. بس خدوا بالكم ان الحادق مش هنحط له عسل. ها الحادق ما بتحطلوش عسل كده لوحده. بصوا دي هي كمان برضو ايه بقت ذهبي اهي. خلاص ده الحادق يا جماعه، اوعوا تنسوا اهو. نشيله بقى كده خلاص. نطفي البوتاجاز وايه، وبارك الله فيما رزق. صح الحمد لله. بصوا احنا كده عملنا ايه، عملنا القطايف دوت الحادق ودوت الحلو. عايزه تحطي عليه شربات حطي، مش عايزه تحطي بلاش، عشان انا اللي عندي بصراحه مش بيحبوه. بس انا هوريك الطريقه اللي انت ممكن تحطي فيه. ده يا جماعه الشربات اللي انا عملته معاكم في فيديو في فيديو الكنافه اللي عدى. اللي عايز يعرف طريقته هيخش في الفيديو هيعرف الطريقه. انا زاد مني شويه رحت عامله بيهم القطايف دي. خلاص ده الحبه اللي هم زادوا مني. بصي انت بتغطسيه وبتطلعيها. خلاص انا عملت واحده بس كفايه. بصي العسل بقى عامل ازاي اهو لما قعد تقل. بصي دي البرتقانه اللي احنا كنا متكلمين مع بعض عليها ان هي تتساب شويه في قلب العسل بتاعها. بصي بقى اهو العسل اهو بعد ما قعد وبرد وتقل. بصي عامل ازاي. عايزه تعرفي الطريقه خشي على فيديو الكنافه هتلاقيني عاملاه. خلاص انا عملت هنا واحده ما رضيتش اكتر اكتر من كده، عشان انا عندي بصراحه مش بيحبوا العسل فبيحبوها كده لوحدها خفيفه. زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو قلت لكم ايه، في ناس بتحب العسل على القطايف وفي ناس لا. انا واحده من الناس انا وعيالي يعني مش بنحبوا العسل على القطايف، يعني بحس ان احنا تقيله ومسكره جدا. بس انك انت تبقى حشيها حلو فالحلو بتاعها بيسكرها. خلاص ده كان الفيديو النهارده. عملنا قطايف خفيفه كده ولطيفه. طبعا ايه قطايف رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله باذن الله اشوفكم كده في فيديو جديد. وعايزه لايك وسبسكرايب للقناه وشير بقى يا جماعه بقى لاختكم ساره. بالله عليكم بالله عليكم لاختكم ساره. يلا كل سنه وانتم طيبين وصوما مقبولا وافطارا شهيا. باي.